بانكيران: أخطار تحدق بالأمة المغربية، والتشبت بعقد البيعة سبيل النجاة. قال عبد الإله بانكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إن العديد من المغاربة حاليا لم يعيشوا أحداث التحرير التي تأسست بفضلها اليوم المغرب الجديد، والذي سيكون علينا على الدوام أن نبذل مجهودا ليس للحفاظ عليه فقط بل لاستمرار دوره التاريخي. وأضاف بنكيران أن المملكة والشعب المغربي ليس مؤسسة عمرها 70 سنة، بل هي مؤسسة قديمة دخول الإسلام إليها، وخصوصا قدم قدوم المولاي إدريس الأول الذي أسس هذه الدولة التي لا زالت قائمة إلى اليوم، والمطلوب أن تستمر إلى ما شاء الله، مشيرا إلى أن المملكة المغربية انتظم تاريخ ملوكها العظام، حافظوا على كينونتها وحريتها وخصوصيتها التي ما تزال تتجلى كلما أتيحت الظروف لذلك، حتى جاء عهد الحماية والاستعمار الذي دخل إلى المملكة المغربية بعقد، والذي كان يريد أن يستقر فيها ولا يخرج منها، ولكن قدرة الله أولا ونضال هذا الشعب ورئاسة جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله لهذا النضال مكن من هذا الذي نعيشه اليوم، والذي ربما أبناؤنا لا يعرفونه. وأكد الأمين أن الاستقلال والحرية الذي حصل عليها المغرب ليس عاديا لأنه نتيجة نضال وتضحيات جسيمة، ويجب أن نذكر أبناءنا باستمرار في الثانويات والجامعات أن محمد الخامس ضحى بملكه وأسرته وبحريته، وقبل أن ينفى إلى خارج الوطن ويحافظ على الأمانة التي قلده شعبه إياه.